يوتيوبر كسر خشم هوليوود كلها ب$3 مليون من جيبه. اسمه مارك بلير. صرف 3 مليون وفي 10 أيام بس رجعت له 30 مليون. يعني كسب ب10 أضعاف ميزانيته بدون ما يدفع ريال واحد تسويق. مارك بلير سحب على الاستديوهات وسوى فيلم رعب اسمه آيرون لانج. القصة: مجرم داخل غواصة مصدية في بحر من الدم. تدري أنه استخدم 80,000 جالون دم مصطنع؟ حرفياً غرقهم. المهمة يصور اللي في الأعماق، بس المصيبة في شيء تحت قاعد يصوره هو كمان. بينما أفلام بميزانية 40 مليون قاعدة تشحذ أرباح، مارك بلير صار ترند عالمي. بس ليش الفيلم ما ظهر في التصنيفات الرسمية؟ ليش هوليوود تجاهلته؟ الناس تقول إنهم خايفين. لو نجح مارك بلير كل يوتيوبر بيفكر يسوي زيه، وهذا معناه نهاية عصرهم الذهبي. مدير اليوتيوب وصف الفيلم ببداية عصر جديد. واو. مارك بلير ما سوى فيلم، هذا إعلان حرب. السؤال اللي يقرقع في صدري: إذا يوتيوبر ب3 مليون سوى كذا، إيش اللي يقدر يسويه اللي عنده مليار؟ الجواب عندك في التعليقات.